اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بألف خير. تصريح لأحد الصحفيين الزملكاوية بيؤكد فيه بأنه وسام أبو علي مهاجم عادي مش سوبر وعنده الدليل. وتصريحات المدير الفني للبنك الأهلي طارق مصطفى لاعب نادي الزمالك السابق طبعا بعد الهزيمة من النادي الأهلي. ورضا عبد العال حب يعمل نمرة عند جمهور نادي الزمالك ويحاول يؤكد بأنه هدف البنك الأهلي اللي اتلغى صحيح، ولكن لبس في الحيط على الهوا. قبل ما ندخل على التفاصيل، أتمنى من كل جمهور النادي الأهلي، أعظم جمهور في الكون، اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. ويلا نبدأ بتصريح لأحد الصحفيين الزملكاويين. أنا بصراحة والله ما أعرف اسمه، ولكن أنا شفته كم مرة كده على قناة نادي الزمالك. إيه بيقول؟ بيؤكد بأنه وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي اللي هو حاليا هداف الدوري المصري، اللي في 17 مباراة فقط سجل 15 هدف وعمل 5 أسيست ومتصدر جدول هدافين الدوري العام. من وجهة نظره انه وسام ابو علي مهاجم عادي مش سوبر وعنده الدليل. طب ايه الدليل بتاعك يا بحر العلم وترعة المفهومية؟ قال لك دليلي بانه النادي الاهلي وكولر بالتحديد طالب التعاقد مع مهاجم تاني. طيب، اولا طلب كولر بانه مهاجم تاني، عاوز يتعاقد مع مهاجم تاني ملهوش علاقه خالص بوسام ابو علي. ثانيا، رايك الفني في وسام ابو علي وانه مهاجم عادي مش سوبر، ده ما يفرقش معانا احنا كجمهور النادي الاهلي بربع جنيه بصراحه يعني. ثالث شيء عاوز اسالك سؤال، هو النادي الاهلي حاليا بيملك كم مهاجم؟ النادي الاهلي بيملك 2 مهاجمين، وسام ابو علي وكهربا. كهربا بنسبة كبيرة جدا الموسم الجاي مش موجود في النادي الأهلي، هيطلع إعارة لأحد الفرق في أحد الدوريات الخليجية. يبقى إذن ساعتها النادي الأهلي لا يملك إلا مهاجم واحد فقط. طيب، هل أنت تعرف أو عندك المعلومة إنه النادي الأهلي هيشارك في كم بطولة الموسم القادم؟ أكيد لا. طالما زملكاوي أكيد لا. ليه؟ لأنه في بطولات هيشارك فيها النادي الأهلي عمرك أنت ولا النادي الزمالك يعني شارك فيها، ولا بيحلم حتى انه يشارك فيها، ولا هيشارك فيها اصلا. يعني النادي الاهلي الموسم الجاي هيشارك في 8 بطولات. ايوه فعلا هو ده الرقم الحقيقي فعلا، 8 بطولات هيشارك فيها النادي الاهلي الموسم القادم. هيشارك في بطولات محليه اللي هي الدوري العام وكاس مصر والسوبر المصري، وبطولات قاريه اللي هي دوري ابطال افريقيا ودوري السوبر ليج وبطولة الانتر كونتيننتال والسوبر الافريقي، بجانب كاس عالم للانديه. 8 بطولات هيشارك فيها الاهلي الموسم القادم. طيب، هل من وجهة نظرك الفنية اللي ملهاش قيمة زي ما قلت لك في الاول، يعني انه فريق بحجم النادي الاهلي هيشارك في 8 بطولات الموسم القادم وهو يملك مهاجم واحد؟ اكيد لا. فمن الطبيعي لازم تدعيم في هذا المكان. اي فريق بينافس على البطولات بيبقى في كل مركز في الملعب في لاعبين وثلاثه. لا قدر الله في اي فتره من الموسم وسام ابو علي اتصاب واحنا خلاص ما معناش مهاجم ثاني، مين يلعب مهاجم؟ ما فيش. ولكن انا مش مستغرب من تصريحك. ليه؟ لانه طالما طلعت في قناه نادي الزمالك وانت اعلنت انك انت راجل زملكاوي، فعمره ما هستغرب من تصريحاتك، وتصريحاتك دايما هتكون بنفس تصريحات فريق الهجاصين اللي احنا عارفينها. نروح للمدير الفني للبنك الاهلي طارق مصطفى. طارق مصطفى بعد الهزيمه من النادي الاهلي بهدف وسام ابو علي والغاء هدف لفريقه في الدقائق الاخيره، طلع علينا في تصريحات وفين العدل وفين الفار وقصه وحكايه وروايه. انا مش هرد عليك كتير انك انت قلت التصريحات دي من قبل حتى ما تتاكد انه كان الهدف صحيح ولا لا، ولكن عاوز اقول لك على حاجه. هو كان فين العدل في مباراتك امام النادي الاهلي في الدور الاول؟ كان فين العدل؟ طالما انت راجل بتحب العدل، ليه ما طلعتش والله بعد مباراه النادي الاهلي اللي خسرها النادي الاهلي في الدور الاول، اللي كانت اول فوز ليك انت مع فريقك وكانت اول خساره لينا احنا هذا الموسم 4-3، لما حصلت ضربه الجزاء في الكره دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء يا كابتن طارق؟ ضربه جزاء. ليه ما طلعتش بعد المباراه وقلت انه النادي الاهلي كان يستحق ركله جزاء في
مباراة النهارده. الكرة دي كانت الدقيقة في النتيجة كانت 3-2 للنادي الأهلي. يعني لو اتحسبت كان بقت 4-2 والموضوع انتهى، ولكن ما اتحسبتش وفريقك سجل التعادل وهدف الفوز في اللحظات الأخيرة. دي كان فيها عدل؟ ما كانش فيها عدل. طيب انتوا كجمهور نادي الزمالك، انك انت في الاخر محسوب على نادي الزمالك، جهاد جريشة في مباراة النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا وتدخل سعد سمير مع وسام ابو علي، طلع قال لك ان دي مش ضربة جزاء. جمهور نادي الزمالك ادي اخذوا مثال انه او دليل على عدم صحة ركلة الجزاء. ده جهاد جريشة اكد بانه الكرة مش ضربة جزاء، لما طلع برضه اكد بانه الكرة فعلا تسلل. ومعظم المحللين التحكيم او الحكام السابقين اكدوا بانه الكرة تسلل، وجهاد جريشة اكد بانه الكرة تسلل. يبقى لما جهاد جريشي قال على ضربة جزاء الاهلي امام سيراميكا مش ضربة جزاء، يا سلام عليه وحلو وفله. ولما اكد بانه هدف البنك الاهلي على النادي الاهلي في اللحظات الاخيره تسلل والقرار صحيح، لا وحش واهلاوي وكاره للزمالك. شيء غريب بيحصل من كل ما هو منتمي لنادي الزمالك. نروح لرضا عبد العال الهجاس الكبير. رضا عبد العال حب يعمل نمره كده عند جمهور نادي الزمالك، وطبعا النادي الاهلي عامل له حرقان بسبب اقتراب النادي الاهلي من اللقب، خلاص الموضوع يعني شبه منتهي. جايب الورقه بتاعته كالمعتاد، ورقه كده حاططها، وفي الاستوديو طبعا مع اسلام الغير صادق على ما اعتقد يعني، وحط الورقه على الخط المرسوم بتاع الفار، وعاوز يثبت بانه الهدف صحيح ومش تسلل. ولكن لبس في الحيط، والله لبس في الحيط على الهواء. جايب الورقه وحطها كده على الخط وبيداري في المهاجم، وكل ما يداري المدافع لغايه ما المهاجم نفسه اختفي، وبرضه المهاجم هو اللي ظاهر. لقي نفسه لبس في الحيط فعليا والله. الكرة واضحه ان هي تسلل، هو جايب الورقه على نفس الخط وبيقول لك ادي المهاجم وادي المدافع. فهو بيدار بيحاول انه يخلي المهاجم يعني يختفي وانه يظهر المدافع، فخلى لغايه ما الورقه مالت معاه وبرضه المهاجم هو اللي ظاهر والمدافع اختفى خالص من الورقه، وبرضه في اجزاء من جسم المهاجم هي اللي ظاهره. فيعني لبس في الحيط على الهواء، وفي الاخر الخط معمول مش صحيح. ما خلاص هو الاول اكد، مع انه في الاول اكد انه الخط صحيح، ولكن كان اعتراضه على النقطة اللي هي الخط الأحمر دي. وفي الآخر لما لقي نفسه لبس في الحيط قال لك لا الخط مش معمول صحيح. مع إنه والله يعني لا ناقة لي ولا جمل في القصة وفي الموضوع خالص. ولما بيحصل خطأ تحكيم على النادي الأهلي مش بنشوف له أي تعليق، وعامل بيبقى عامل نفسه من بني. ولكن هنقول إيه؟ هجاص. في نهاية الفيديو أتمنى من كل جمهور النادي الأهلي، أعظم جمهور في الكون، اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. سلام.